ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. روتين يوم جديد هنبدأه مع بعض النهارده بالغسيل اللي كل يوم ما بيخلص. اول حاجه مليت الغساله، وقبل ما الغساله الاول يا جماعه مش بحط الهدوم على طول، تمام؟ بملى المية ومية سخنة، وبحط فيها المسحوق بتاعي، كل الحاجات اللي هي المنظفات، وبحط الأومو وممكن أشغلها. يعني أنا ممكن إن أنا أصلا كنت شغلتها شوية وبعد كده رحت حاطة الهدوم، بس مش عارفة ايه اللي حصل لي المرة دي والله. المهم وبعد كده بروح حاطة الهدوم بتاعتي. عايزة أقولك إن انتي تاخدي أحسن غسيل من الغسالة دي، ويبقى غسيل زي الفل وأبيض قشطة. الهدوم اللي هي الداخلية اللي هي بتبقى قطن دي، اعملي لها دورة غسيل لوحدها. حطي 60 لتر مية، هيبقى حاجة بسيطة، واعملها دورة غسيل لوحدها بعيدة عن الألوان وأي حاجة تانية. تمام، خلاص الأبيض طلع، تاخدي الألوان في دورة لوحده كده، هيبقى الغسيل بتاعك تحفة وزي الفل وزي العسل. في ناس بتحط الأبيض مع الألوان مع كله مع بعضه كده، تلاقي الغسيل طالع استغفر الله العظيم يا رب، يعني كده يعني يعني اللي يشوفه يرجع. تمام، فانا اقول يعني عايزه تاخدي منها غسيل صح، اعملي زي ما قلت لك كده. الابيض لوحده، او جمعيه كل اسبوع لوحده، الالوان لوحده، الغوامق لوحدها. تمام، تمام. بعد كده بقى ايه، خلصت يعني ايه الغسالة خلصت كده، وطلعت نشرت الدور اللي انتوا شايفينه ده. ما بعرفش اصور يا جماعة وانا بنشر عشان مش بعرف اظبط الكاميرا على حاجة يعني وكده، فانا بنشر بعد كده بصور لكم. بعد كده بقى كان عندي حبة بادي، كنت عايزة افرمهم كده في بالهاند بلندر عشان اطلع ااكل بيهم الحمام. الحمام الصغير بفرم له البادي كده، حتى مهما لو جبته صغير ببقى عايزة افرمه، لان انا بحط لهم في الاكلة كده وبزغطهم بيه. تمام، الحمام ده حمام اكل يا جماعة، اما بعوزة ازود كمية اللحمة اللي فيه فبحط له بادي كده باكله. انا باكله مرة، وامه يعني والاهالي بياكلوه مرة. لو حد بقى يقول ايه حرام وتاكليه غصب عنه ومش عارف ايه، لا يا جماعه والله العظيم مش حرام. عادي يعني، اللي غاوي حمام وعنده حمام فعارف ان الموضوع ده عادي. انا بعمل كده للحمام اللي هو هيتذبح، تمام؟ لكن لو انت حمام هتربيه ما ينفعش تديه بادي، عشان غلط عليه، بيعمل مشاكل وحاجات كده تانية يعني ايه في الحمام. فلا، عشان ده الحمام ده عشان ايه هيتذبح، او لو انا هبيعه عشان اكبر حجمه، وده مش غش خالص، فانا بعمل له كده. تمام. خلاص بقى كده ايه اكلت الجوز ده كده، و عشان هو خارج يعني كده وايه وان شاء الله هبيعه. فبصوا الحصاله انا بحاول ان انا املاها بالبادي كده، فمش بكبسها. يعني انا عارفه ان انا مش بكبسها قوي، انا عارفه انا بقى يعني الكميه اللي انا باكلها له. في كمان الجوز ده برضو الاهل مش يعني اهلهم اللي هو الذكر والانثى مش بياكلوهم كويس. تمام، فالمفروض ان هو حجمهم اصلا دلوقتي يبقى اكبر من كده، فهم مش مهتمين بيهم قوي، فانا بهتم بيهم وباكلهم زي ما انتوا شايفين كده. وكده برضو الحصاله عاديه خالص يا جماعه اللي هي بتاعه الحمام، انا مش باجي على الحمام يعني وباكله غصب عنه كده، لا هو عادي. هو الحمام يا جماعه بياكل، ولازم الحصاله بتاعته تبقى كبيره كده، لان هو يعني هو واقف يعني تغذيته كلها من الحصالة كده، وبتبدأ حاجات كده ايه. آه بصوا عايزه اقول لكم الموضوع كبير اللي هو بتاع الحمام وكده، ويعني اللي فاهم وعارف عارف والله ان الموضوع ده عادي. خلاص اكلت بقى الحمام ونشرت، ونزلت كده وانا نازله على السلم لمحت عيني دي بتقول لي والنبي ابوس ايديكي ورجليكي تنقذيني. طب اعمل لك ايه يا بنتي؟ قالت لي والنبي ايه في حته في حاجه اكبر شويه، عشان أنا خلاص كده في ايامي بحتضر في ايامي الاخيره. المهم قلت لها خلاص حاضر من عينيا الاتنين. رحت جايبه كده ايه حاجه من اللي هما اللي انا بزرع فيهم، البوت اللي انا بزرع فيه ده كده، ورحت حاطه فيهم حبه تربه زراعيه او رطش او تراب او اي حاجه من اللي انتوا بتسموها. ورحت كده في الوقت ده كده كنت بحاول ان انا اطلع الزرعه القديمه من البوت بتاعها الصغير عشان انقلها كده في البوت الكبير ده. عايزه اقول لكم طريقه النقل لازم تبقى بحذر جدا، ما تخليش الجذور تتهوى منك وانتي بتنقليها. وبعد كده بفضل يعني ايه بروح منزله حبه كده عشان خاطر ايه ابين حبه من الجذور، عشان لما احطها الجذور دي تقدر ان هي تخش في الراتش اللي انا حطيته ده، وتكبر كده وتبقى حلوه وجميله. وبعد كده اروح مع ايه
حاطه رطش تاني اروح مكمله البوت بتاعي ده بالرطش، تمام، عشان واغطي الطبقه اللي هي فوق دي. عايزه اقول لكم الزراعه برضو لو انتوا عايزيني اتكلم فيها كتير وانزل فيديوهات عنها كتير وعن حاجات كتير قوي انا زرعاها وبزرعها وعندي، قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم. وبعد كده رحت ايه عامله العيدان بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، رجعت ايه اوزعها تاني. هي يعني شجر الزرعه دي يا جماعه متسلقه متسلقه، بتتدلى كده من البوت اللي هي فيه، تمام. وبعد كده رحت مشرباها ميه وكده، تمام. اهو كنت لسه ايه بحاول ان انا اسوي فيها وكده، او بعد كده رحت ايه مشرباها ميه كده، يعني ميه كتير ان انا الميه تنزل من قلب البوت من تحت. خلاص كده هي شربت وبقيت تمام ومية فل و14. بعد كده بقى ايه نزلت بقى، كان عندي بقى حبه مواعين كده ايه حلوين، فقلت بقى ان انا كده ايه اغسلهم بقى ايه في السريع في السريع. عايزه اقول لكم من اصعب لحظات حياتي اللي بقولها لكم في كل فيديو، ان انا يبقى عندي مواعين كتير ومواعين تتكوم على مواعين، فاهمين قصدي؟ يعني مثلا لو عندي حبة من امبارح وعليهم مواعين النهاردة، بيبقى الموضوع بالنسبة لي مرهق جدا 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 وماليش نفسي ان انا اعمله. بس بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقوم كده قايمه على المطبخ حدثك بدثك، اروح جايبه فوقيه من فوقيه اللي تحتيه ومن تحتيه اللي فوقيه واظبط الدنيا كده. وعايزه اقول لكم اني بحب غسيل المواعين قوي، يعني انا كل فيديو بقول لكم في مواعين، انا بحب غسيل المواعين يا جماعه، والله العظيم اقسم بالله بحب غسيل المواعين، بس مش بحبها ان هي تتكون، تمام. خلاص بعد كده بقى ايه خلصت غسيل المواعين، رحت ماسكه بقى الحوض كده ايه حدثك بثك الحوض بالحيطان بالحيطه بتاعت الحوض، تمام. الحيطه بتاع الحوض بالحوض، ورحت ماسكاهم كده ايه غسلاهم غسله حلوه كده اهوت. وحتى شلت الكرسي اللي هو كنت بحط عليه اسمه ايه الكولمان وغسلته برضو. وهنا بقى ايه رحت ماسكه الكولمان كده ايه شطفاه شطفه حلوه، هو نضيف وكل حاجه وقلبه زي الفل انتوا شايفينه اهوت، عشان خاطر ايه املاها ميه نظيفه. الميه دي احنا بنجيبها منين؟ الميه دي احنا بنجيبها من عمليه الميه، مش بنملى ميه من حنفيه. ولو عندنا اسمه ايه ده فلتر عادي ان احنا نملى منه، بس كان عندنا واحد وباظ يعني، فبقينا بنستسهل ونملى من العمليه بتاعه الميه. مش بنروح العمليه، لا، في راجل بيجي لنا كده بتانك كبير كده والشارع كله يعني بنملى منه، ابقى اصورهم لكم ايه في مره. وبعد كده بعد ما مليت الكولمة بقى رحت نازله بقى ايه كده على البوتاجاز حتتك بتتك، هو كان يعني مبهدل شويه بقى لي يومين كده ما غسلتوش، فروحت غسلاه كده ايه غسله جميله كده. وعايزه اقول لكم عايزه اغسل معاكم العيون والحوامل ونغسل البوتاجاز كده من فوق لتحتيه، بس ان شاء الله على دخول رمضان، في تنظيفات رمضان بقى كده هنعمل تنظيفات باذن الله، انا بحضر لكم ليها. هنعمل تنظيفات عميقه 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 من اعمق اعمقان العمق، ماشي. ده كده بقى شكل البوتاجاز بقى بسم الله ما شاء الله يعني نظيف قشطه. وبعد كده اروح داخله بقى على الرخامه مسكها كده. عايزه اقول لكم الرخامه دي معقداني في عيشتي، خايفه قوي ان انا يوم ما اجي انضفها او اشيل الستيكر ده. عايزه اقول لكم هي كده اصلا هي مكسوره من السنه اللي فاتت وانا بشيلها في التنظيفات بتاعه رمضان اللي فاتت، اتكسرت مني، فرحت حاطه لها اللزق ده عشان يعني تتمسك. هي الحته اللي انا بنضف فيها دي جت 3 حتت، فرحت ماسكه جايباها الستيكر ده ورحت لازقاها بيه عشان تبقى 3 حتت. فمش عارفه بقى يا ربي انا هتعب نفسي واشيل الستيكر ده وارجع احط ستيكر من اول وجديد، ولا احط الستيكر اللي انا هجيبه الجديد على الستيكر ده واسيبها ملزوقه كده وماسكه نفسها زي ما هي. فانا بصراحه بقول ان انا هسيبها ملزوقه كده زي ما هي واحط عليها الستيكر الجديد لما ربنا يكرم باذن الله يعني كده، واجيب رخامه جديده. فادعوا لي ان شاء الله كده ربنا يكرمنا ان شاء الله في القناه عشان نجيب رخامه جديده يا جماعه. كده بقى خلاص المطبخ بتاعنا بقى متفل 14 كده. وهنا بقى كنت هعمل لهم النهارده اوبن بوفيه. يعني ايه اوبن بوفيه؟ عايزه اقول لكم بواقي الاسبوع بحلها، بواقي الاسبوع كلها هطلعها لهم النهارده وهروق التلاجة. يعني اللي اصعب من كده وكده ان انا بعد الاكل ده هيبقى عندي مواعين كوم تاني وانا لسه غاسله كوم مواعين، فاهمين قصدي؟ عندي بقى ايه كان عندي حبه رز كده، وكان عندي حبه محشي، وكان عندي حبه لسان عصفور، وكان عندي تعالوا كده بالكاميرا كده نخش مع بعض ونشوف ايه اللي هيبقى موجود عشان ما احرقلكوش المفاجأة يعني. حبة طبيخ سبانخ اهمت، يعني حبة حلوين كانوا جم كده حوالي ايه 3 اطباق طبيخ ارميهم؟ لا طبعا حرام عليا، لم النعمة
المك، وكان عندي هنا حبة مكرونة كتار طبعا اهو بصوا، يعني كتير، دول جم طبقين مكرونة تمام. فيعني انا عندي في التلاجة رز بشعرية، جه طبق حلو، وطبقين مكرونة، وثلاث اطباق طبيخ، وطبق لسان عصفور، وطبق محشي. فده هرميه، لا هقضي بيه النهارده. وانا كده كده كنت تعبانه طبعا، كنت بغسل والمطبخ والحوار ده كله، فانا همشي نفسي النهارده بالاكل ده. غلطتش انا كده؟ ما غلطتش. وهو بصوا بقى شكل الاكل اهوت، والله حلو وشكله يفتح النفس. بس اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو مش مشتركين في القناه اتمنى تشتركوا في القناه، وتكتبوا لي كومنت ظريف كده زيكم، وتحطوا لي لايك للفيديو وشيروا الفيديوهات. عايزه القناه تكبر وتتفعل بقى ان شاء الله باذن الله يا رب، باذن الله يا رب قبل رمضان ان شاء الله، عندي امل كبير. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، وقولولي لو انتوا عايزين اتكلم عن حاجه في الحمام اكتر او الزرع اكتر. ومع السلامه.